بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما قلت وأحكمت فيما أبدعت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور أبصارنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا به ما نسينا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أن جعلتنا مسلمين وأن شرفتنا بسيد الأولين والآخرين وأنزلت إلينا كتابا عزيز حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصلاة وسلاما على النبي المبارك سيدنا مولانا محمد الصادق الوعد الأمين الذي أدى أمانته وبلغ رسالته ونصح أمته وكشف الله به الأمة وأصلح به حال الأمة. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد صل على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. بداية كل المحامد تعود إلى الله، فكل معروف يبذل لك فإنما هو بتوفيق من الله، لأنه لو أسدى إليك أحد معروفا فاعلم علم اليقين أنه ما كان ليسدي إليك معروفا إلا بإذن الله. وأول ما أسدى أنه خلقك سبحانه وتعالى وسخر لك شمسه وقمره وبسط لك أرضه وأجرى الأنهار وهكذا. وكل عمل خير يفعل لك أو شفاء من سقم أو عافية من بلاء أو ستر عورة أو رزق واسع أو هداية الناس عليه، كل ذلك منك عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الصلاة على رسول الله. وذلك الحمد لله، ما حدش فيه الحمد لربنا. نعم. هو بس الحمد لله.
الحمد لله هي كما أخبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة الدعاء. سيدة الدعاء الحمد لله. وفي رواية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به وهي الحمد لله. فإذا استيقظت من نومك فقل الحمد لله، وإذا آويت إلى فراشك فقل الحمد لله، وإذا طعمت أو شربت أو شفيت أو عوفيت أو قضيت دينك أو نجيت فقل الحمد لله. الحمد لله والشكر. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأان وتملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فكل المحامد لله سبحانه وتعالى. الاستغراق يعني المحامد كلها تعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. صلى على النبي. ولما كان الحمد هو الحمد، لما كان الحمد هو شق النعمة، فقال الحمد لله رب العالمين. كلمة رب فيها عطاء. ايه؟ عطاء. فهو رب يعني هو الذي يتولى تربية الخلق على الإطلاق. والتربية إما التربية البدنية أو التربية النفسية أو التربية الروحية أو التربية الأخلاقية، كل ذلك من الذي تفضل بها علينا؟ الله سبحانه وتعالى. صلى على النبي. فهو رب العالمين بلا شك، لأن مصدر النعم من؟ الله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نعمة الولد يقولون الله سبحانه وتعالى أنبت منك الولد، فمين اللي أنبت؟ الله. الله سبحانه وتعالى. كان الواحد يعمل له يعني خصيتين وصنعهم كده عشان يعملوا حيوانات منوية. مين اللي خلق كده؟ الله. وخلقت بقدرة من؟ الله. وبإبداع من؟ الله. وبحكمة من؟ الله. وبتشغيل من؟ الله. وبتصريف من؟ الله. وبحفظ من؟ الله. الله سبحانه وتعالى. يعني أول ما يقول الحمد لله. والحمد له شقان، شق الثناء وشق العطاء. صلى على النبي. شق الثناء أن تثني على الله ما هو أهله. يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء كل شيء بعد. وحد الله. كل لما تجيك هذه النعمة تحمد مين فيه؟ الله سبحانه وتعالى. العلم اللي بيشوف فيه، الإبداع، النشأة ثم أنشأناه خلقا آخر. وحد الله. فإذا الأرض أفرأيتم ما تحرثون، يعني تزرعون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من جميع النواحي. من ناحية الثناء الحمد لله بسط الأرض، والأرض خلاها زي رحم الأم تنزل عليها المية، يدخل الجنين إلى الحبة الميتة فتغرس في الأرض فتروى فتنبت تحيا، ثم واخد بالك تنبت وتثمر بإذن من؟ الله. فله الحمد. وحد الله. فإذا ولولا الحبة اللي ما كنتش هتاكل الدقيق والغلة والفول والعدس والبازلة والكلام ده كله ده طالع منين؟ من الأرض. مين اللي خلقه؟ فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء يعني لو احنا حبينا لجعلناه حطاما، بنخليها يعني لمن يأكل نعمة الله ولا يشكره عليه. ده بيتكلم كلام ولو نشاء لجعلناه
حطاما. يعني انتوا يا غافلين عن ذكر الله ويا غافلين عن الثناء على الله ويا غافلين على الله ربنا اللي أنبت، ممكن يخليه ايه؟ حطاما. فظلتم تفكرون يعني ايه؟ تخبطوا تحطوا يد عليه على اللي أنفقتوا فيه وأصرفتوه فيه. إنا لمغرمون، احنا غرمانين، خلاص خسرنا، خلاص ما فيش ايه؟ زي لما يكون واحد عندكم حياة تحلقوا مش كده؟ ينفق عليها وسهل عليها وبعدين يقول ايه؟ يا جمحنات يا أرضيات يا إنا لمغرمون. تفكرون يعني ايه؟ أحيانا تحصل حاجة ايه؟ واخد بالك من شدة الغيظ ومن شدة الحزن ومن شدة الحزن اللي يضحك أصيب بإيه؟ بخبال في عقله إنه غالب. إننا لمغرمون بل نحن محرومون. خلاص مش هناخد ما نجيب الفنكم أو لما يصطدر القصب أو تصطدر البلحة أو ما إلى ذلك. نصلي على النبي. لو نشاء يعني احضروا لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. طيب أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ شفتوا الماء تشربوها؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ لأن أصل الماء ده السماء فينزل يصير إيه؟ أودية إيه؟ بقدره. خلاص منه زبد إيه؟ زبد الرابع مش كده ومن إيه؟ ما إيه؟ ما ينفذ إيه؟ الأرض صلحت منه. لو نشاء برضه لجعلناه إيه؟ مجاز خليه مور. فلولا تشكرون، مش أولى أن تشكروا الرب اللي أنعم عليكم؟ اشكروا. فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ نار هتجيب بيها عشان تطبخ لحمة أو تخبز عيش مش كده؟ أو تدفى بيها بالشتاء مش كده؟ مين اللي عملها؟ خد بالك أم خلق لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه إيه؟ توقدون. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا إلى حين. متاعا إلى وقت معلوم هو حدده أجل مسمى هو سماه. طبعا ده من شأن الله سبحانه وتعالى. فسبح يعني اسجد لله مجد الله عظم الله اشهد لله سبحانه وتعالى. فسبح صلي اركع اسجد باسم ربك العظيم. فسبح باسم ايه؟ ربك العظيم. صلي باسم الله واحد الله. فإذا رب العالمين هو ايه؟ اللي تولى تثبيتهم والانفاق عليهم والإسراف عليهم. واحد الله هو اللي قال مش كده؟ الدليل بنجيبهم من فين؟ والمية بنجيبها من فين؟ والنار سيبك من حكاية الفلوس تدفعها. لا تدفعها دي عشان ايه؟ تبقى ايه؟ ده ياخد الطبيب عاوز فلوس تاخد فلوس عشان يكسب الناس وده عاوز فلوس. ده الفلوس علشان ايه؟ تعمل عملية ايه؟ واخد بالك؟ تبادل الايه؟ المنفعة. تبادل ايه؟ المنفعة. لكن اصل المنفعة من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. من اوجدها؟ الله. انما عشان ايه؟ الزارع يقول للزارع انت عاوز ايه؟ الطبيب عاوز فلوس عشان يداوى مثلا واخد بالك؟ فحكاية الفلوس دي حكاية العملية ايه؟ تداولها علشان واخد بالك؟ تمشي الحركة الايه؟ الحياتية. انما هل تستطاع انسان ان يخلق واحد طمطمة؟ لو حبوا يقدروا ده ياخد طمطمة مش طمطمة جناح بعوضة جناح ايه؟ ولو اجتمعوا لا يعني الطمطمة دي ملهاش ثمن. ملهاش ثمن دي. انما انت بتدفع ثمن مين؟ ثمن اجر الراجل اللي ايه؟ زرع وزكى ومش عارف ايه مش كده برضه؟ واخد بالك؟ لكن هي ليها ثمن. واخد بالك؟ ملهاش ثمن. البرتقال ملوش ثمن. واخد بالك؟ يعني تاكله مجاني كده من الله سبحانه وتعالى. ده بتدفع ايه؟ المصاريف ده بتدفع المصاريف بتاعت ايه؟ واحد الله. صلى على رب العالمين هو الذي تولى تربيته. وانظر الى نفسك. اذا كنت واحد انت لوحدك ومراتك بتعيشوا المرة جابت العيال كتير هو بيرزق. واخد بالك؟ يعني هناك أناس ليس لهم مصادر رزق معروفة أو مسمى ولكن عنده 7 8 9 أولاد ينفق عليهم
ليه؟ لأن الله تولى برزقه، تولى الرزق. يعني هو ذاك لا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم إيه؟ وإياك. ولا تقتلوا خشية إملاق، يعني عشان تخليش المرأة ما تجيبش عيال عشان إيه؟ لحسن إيه؟ واخد بالك؟ ما توحد الله. ليه؟ لمن الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى. احنا كنا في الأول عايشين، جات العيال برضه عايشين، وكل ما ايه العيال تكتر كل ما الرزق يكتر. ليه؟ لأن مش أنت الكفيل بهذا، الكفيل بهذا هو الله سبحانه وتعالى. ومما ورد في الإسرائيليات أن سيدنا موسى لما ناداه ربه، واخد بالك، وسيب بيته من غير يعني مفيش طحين عنديهم ولا أكل عنديهم، ربنا لا مصر، فشغل، فقال له يا موسى أضرب بعصاك الحجر، ضرب الحجر. قال يا موسى أضرب بعصاك الحجر، ضرب الحجر، طلع حجر. وكل ما يضرب يطلع حجر، كل ما يضرب يطلع ولد حجر ثاني، كل ما يضرب حجر. وآخر حتة من الحجر ضرب بدودة داخل كام، الدودة ماسكة ورقة بتأكل فيها داخل الحجر، وتقول قال اسمع يا موسى ماذا تقول؟ قال الحمد لله الذي يراني في الصخر ويرزقني. الله. انت الحته دي يعني صح لله. ما تفكرش انك انت لو جبت عيال كتير مش هتقدر تعلمهم، ولا مش هتقدر تاكلهم. لا، انت مش بتوكل نفسك اصلا، هو الوكيل سبحانه وتعالى. ولذلك عمج القحط والغلاء لما قالوا ايه تحديد النفس وعلى مهلك، وكان مسلم بره يقول لك على مهلكم، واخد بالك. لما خرج بيت واحد الله الارض ابت وهكذا. شوف ازاي. فرب العالمين هو الذي تولى تربيه كل شيء. واذكر برضه قصه سيدنا موسى لما خد الكلب ده العقور واستحى ان يقتله، وخدوا ايه ربطوا ايه في مكان بعيد كده، واخد بالك، وايه تركوا موسى راح طبعا 30 يوم او 40 يوم، واخد بالك، والكلب ما عندوش ولا حاجه، واخد بالك. فاذا بالله سبحانه وتعالى يجيب ميه تروح قدام الكلب تعمل مستنقع، والمستنقع ربنا خلق فيه سمك، والسمكه تكبر تكبر تخط تيجي قدام الكلب ياكلها ويشرب، وانبت شجره وظله، فهو راجع من نقاط ربه مثل الكلب مهيص وعفي، واخد بالك، والعمليه وعلى الشجره. فقال سبحانه وتعالى قال يا موسى نحن خلقناه نتركه لمن؟ الله. نعم. ما هو ثقتك بالله هي رزقك. الله. ثقتك بالله هي طريقك الى الوصول. ثقتك بالله هي طريقك الى النجاة. واخد بالك. وذلك ان يكون ما عند الله اوثق لك مما في جيبك. نعم. سبحانه وتعالى. رب العالمين كلها مش انتوا بس، ده في عوالم كمان بتاكل وتشرب وتتناكح وتتناسل وهكذا. رب العالمين يعني النبات ما هو عالم من العوالم، مش كده؟ النبات بياكل ده كمان، وسبحان الله يعني النبات هو ايه الاكل بتاع الفم بتاعه في الارض اللي هو الجذر ده الخشم بتاع الفم بتاع النبات ياكل بيه بتاعه، وكمان يستلذ بالاكل، واخد بالك، ويشرب فيه، واخد بالك. وشوف الميه بتروح تسرح فين بالجميع الى الشجره والى الثمر، كانت دخله طويله خالص فين، واخد بالك. يجي ربنا يعملها ايه الاواني المستطرفه ترفع الميه لغايه ما توصل هناك، واخد بالك، توصل هناك مهما تطول تلاقي الجليد اخضر، واخد بالك، وايه وموازن راح الميه. يمكن احنا بنتعب عشان نوصل الميه الدور الثالث، لكن هرجع ربنا يعملها تهليل عشان نوديها الدور الثالث. لا طبعا. اهو انا لازم النخله تاكل وتشرب، وايه كل ما تطلب تاكل تشرب كمان، مفيش حاجه. متوحد الله. لا لا لا. وهكذا رب العالمين تطلب كل شيء حشر، وهكذا وهكذا وهكذا. نعم نعم. وحد الله. وممكن يغني المخلوق عن طعام الشراب. في طور في الحشرات اسمه طور الشرنقة. قبل طور العلاقة يعني. مش كده؟ بتدخل في الشرنقة تلف حوالين وتدخل تحت. تاكل من فين دي تاكل بقى أطعمة ايه؟ مجففة.
مجهز جاهز. ربنا يعمل أطعم من جسد اللبن وكل حاجة، واخد بالك كل حاجة إيه، وآخر سنة وآخر ما ينتهى بعد كده تطلع إيه؟ مش كده؟ يرقة تقريبا. نعم. لا حشرة، تطلع حشرة. من أول اليرقة وبعد كده في المضى بعد كده حشر. الحشرة أيوة. وحد الله، واخد بالك. مين اللي يبدأ كل ده؟ سبحانه وتعالى. يبقى رب العالمين، شوف الله سبحانه وتعالى هو المتولي تربيته، هو المتولي تربيته. وحد الله. هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين الرحمن الرحيم. من صفته الأسماء الرحمن. الرحمن هو إيه؟ صاحب العطاء الأكبر الذي لا يمتنع عن جميع المخلوقات. ورحمن الدنيا ورحيم إيه؟ الآخرة. الرحمن يعني واحد عاصي، عاصي بياكل ولا بياكلش؟ بيشرب، مش كده؟ وعاصي وقادر عليه لو نشاء لجعلناه ايه برضه؟ حطام. يعني بني اسرائيل لما غضب عليهم شيخ مصطفى، واخد بالك، يمسكوا الميه يشربوا ياكلوها دم. كمان في بيشربوا الميه تطلع منهم الضفادع من بكم، واخد بالك. بعد كده ابتلاهم بالقمل، والقمل غير الجنب كمان، القمل ده الجراد الكبير، واحد الله ابتلاهم قادر الله سبحانه وتعالى. مع كده اسمه ايه؟ الرحمن. والرحمن الذي هو عطاؤه مبذول لمن اطاعه ولمن ايه؟ عصاه. يعني ايه؟ يدي ده ويدي ايه؟ ده. وله الكرامه. بني ادم له ايه؟ ولقد كرمنا بني ايه؟ ادم وحملناهم في البر ايه؟ والبحر. وحد الله. تعالى في برضه الرحمن. وبعدين علشان يطمن خلقه على العرش استوى، مفيش غيره. يعني معناه رحمانية الله سبحانه وتعالى هي التي تستولي على عروش جميع المخلوقات. ليه؟ لأن الله لا يترك خلقه لمن يهينهم ولا يترك خلقه لمن يذلهم. جعل الماء والهواء والأرض وهكذا. ده بجد هو محدش شيء، محدش شيء. تمنع من الميه لو انت في تكحت في بيتكم هتطلع ميه وتشرب، مش كده؟ الهواء كله تنفس هواء. لو خلى الهواء في يدين الناس ولا حاجه ولا بلد وتوحد الله كان بيجي مشكله. فالرحمن معناها ان من صفته ايه؟ الرحمن، يعني صاحب العطاء الاوفر والفضل الاكبر. والرحيم انا هديك مثل واحد بس بعد ما تصلي على حضرة النبي واحد لا اله الا الله. في آية بتمر عليكم مر الكرام ومع الغمزة اللي انتوا فيها ما تفكروش فيها. عارف الآية اللي لما قراها المفروض تسجدوا لله. الآية السيد لازم تسجدوا لله. وآية في ظاهرها شديدة، خلي بالك معانا. شوف رحمانية الله سبحانه وتعالى. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك عشان ما تتفضحش. كل واحد ما يقول في كتابه وسيكتب في كتابه الثاني مكتوب ايه؟ من الذي استطاع. شوف ده يعني خلى ايه بينك وبين انت هتكتب كتابك محدش شافه. محدش شاف كتابك هتبقى لوحدك، مش كده؟ مفيش فضيحة. ما كنت كتابك يبقى كتابك، هتمسح كتابك انت مش هتطلق فيها معصية في الزنا في بلاوة حمراء محدش هيشوفه. انت تغير كتابك ايه؟ بنفسك، مش هيجرح عليك عشان يطلع عليه حد. لا كايه؟ انت تعصاه في الدنيا وهو يسترك في الاخرة ولا يفضحك. شفت ازاي؟ شفت الآية دي ما مرت عليكم مرتين. اقرا الكتاب. ما انت فايت اقرا كتابك الواحد. محدش هيطلع على هذا الكتاب بغير كده. القاه ايه؟ منشور. اقرا الكتاب اللي فيه انت ايه؟ محدش ايه يعلم وذكر الله يعني ما حدث. وحد الله.
فيما معنى ما ورد عن حضرة النبي أن الله يبني العبد من كنفه، يعني إيه؟ يدخل إيه؟ يقرب منه. والتقريب ليس تقريب مسافة، مش تقريب مسافة، لا، واحد الله، لأن مفيش الله سبحانه وتعالى سواء منزه عن الجهة وعن المسافة وعن الزمنية والمكانية. يقول له عبدي، ما هو هيقرأ الكتاب، اقرأ الكتاب، اقرأ، يقول له عبدي أتذكر أذكر، عبدي أذكر أذكر، عبدي أسكت أسكت، حتى يظن العبد أنه هالك. مفيش حاجة تختلف الجنة. قال له عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أرحمك بها في الآخرة. الله عبد المؤمن بس. ليه؟ لأن المؤمن هو الذي حرص على ألا يعبد من دون الله شريكا. يعني ما جعلش المال ولا الدنيا ولا الحريم ولا المواد ولا ما جعلهاش شريك مع ربنا. خلي بالك، هو ارتكب معاصي، لكن ايه؟ حكايه حد يشاركه في الحته دي، لا، هو الله سبحانه وتعالى. العبد المؤمن يعني، خلي بالك، يقول له فاكر دي لا، يتكشف عيني بعد، يقول له ما تخافش، ده بيني وبينك انت بس. خلي بالك، سترتها لك في الدنيا وها انا ذا ارحمك ايه؟ في الاخره. توحد الله. هذه ايه؟ واخد بالك؟ هذه رحمانية الله. والرحيمية صفة الرحيم. الرحيم هو الشفوق على على عباده، الشفوق عليه. لما يلاقي عبد يتلهف كده عليه، مش كده يتلهف عليه كده وايه، خد بالك؟ شوف الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه بلطفه لأنه رحيم. يعني لو اتلهف عليه كافر، واخد بالك، يغيثه ويعطيه. رحيم. الرحيم هو الذي واخد بالك، لا يأخذ بالجريمة ولكن يشفق عليه على الخلق. لا تجد أرحم ولا أرحم ولا أعطف من الله عليه. لو في حديث قدسي كده لو اعتقدتم لو ظن أحدكم أن أمة أرحم بولدها مني لكم ذهب إيمان وسلم. ده أرحم من الوالد يا ولد. الوالدة لما تطفش ولدها ممكن تسيء وتدعي عليه وعوضها مصيبة، لكن الله سبحانه وتعالى لا عندوش كده. تنزه مع أنه قادر وأنه إذا قضى لا يسأل عما يفعل. توحد الله. الرحمن والرحمن كمان مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء. مين المالك؟ مين اللي اتصرف فيه؟ محدش هو. مالك يوم الدين. يوم الجزاء هو المالك. والجزاء وحد الله سواء كان عطاء أو منع. إذا كان عطاء يبقى من باب الفضل، وإذا كان من منع يبقى من باب العدل. يبقى الجزاء من ناحيتين اثنين، عطاء نعم، واخد بالك. فإذا مالك يوم الدين محدش يقدر ينجيك ويحفظك في يوم القيامة وهو غير الله سبحانه وتعالى. شوف بعد كده يعطيك الله سبحانه وتعالى إن كان هذا اللفظ أو هذا الدعاء من الملائكة فهو تعليم لنا ورد. وإذا كان هذا الدعاء من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره من الله وإياه إياك نعبد، ما قالش نعبد إياك. ليه؟ لأن الله مقدم على كل فعل وقول. ما ينفعش يبقى ربنا مفعول به. ما ينفعش. خلي بالك الفاعل ما ينفعش يبقى مفعول به. هو الذي فاعل هنا، ولكن ما يخليش الفعل يقع عليه، حتى الفعل ما يقعش عليه. لأن ولذلك قدم المفعول في إياك وأخر مين؟ الفعل، يبقى لا يقع عليه الفعل. إياك نعبد
نخصك بالعبادة، وإياك تدل على أن هذا العبد يعبد الله كأنه يراه، يخاطب الله وكأنه إياك، لأن ما تغيرش ربنا، ما قالش إياه نعبد، إياك تبقى أساس الآية تقول إياه وغيرت في الحتة دي، لا في الحتة دي لازم تبقى إياك نعبد، لابد أن يكون الخطاب إلى الله سبحانه وتعالى. وإياك برضه نستعين، والعون، عون الهداية، عون الدلالة، وعون الإعانة. عون الدلالة للعقول والقلوب، يبقى عون الدلالة العقول والقلوب. وعون الإعانة واخد بالك للفعل، الأفعال والأقوال واحد الله، ده عون الإعانة. فهو من باب الرحمن الرحيم ان هو يعطيك عون الدلالة وعون الإعانة. الدلالة أعطاها للجميع، والإعانة جعلها لمن الأتقياء. إيه معنى الكلام ده؟ وحد الله. أنت تستعين بإنسان على أن يصف لك طريقا أو بلد، يعني الشيخ عبد الرحمن رايح مثلا ربنا يسهل له مثلا رايح مستشفى مثلا، بالسعين بواحد يقول له طب فين هننزل هنعمل ايه؟ هيقول له تنزل المحطة وتركب مش عارف اتوبيس رقم كام او تركب مش كده برضه؟ ده اسمه عاون ده؟ عاون الدلالة. لكن عبد الرحمن ليه واحد حبيب في نفس البلد، حبيبه وجيده، يقول له بس يوم ما تاجي اديني تليفون، اديني تليفون. اول ما تيجي تليفون يقول له انا ركبت السياره، يلاقيه منتظره بالسياره، فياخده يوفر عليه وده وصفه، ما خلاص ما هيوديه، اسمه تعاون الإعانة. فانت ان اهتديت بالدلاله استحققت من الله الإعانة، استحققت من الله الإعانة. لو انت سمعت الكلام وعبدت الله كأنه حبيبك وأنه أحب إليك من نفسك ومن كلك ومن الدنيا بحالها، يبقى انت هنا يبقى عون الإعانة هتاخد تاخدها من الله. ولذلك اسمع معايا واحد الله. وأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى أن يكون عطاءه رياء. خلي بالك في المعنى، واتقى أن يكون عطاءه رياء لغير الله يعني. وأما من أعطى واتقى يعني عطاء ما فيهوش رياء، وصدق بالحسنى اللي هي الجنة، وصدق بأن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى أحسن مما يبذله في سبيله، أحسن مما يبذله في سبيله. من جاء بالحسنة فله والله يضاعفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه له. ولذلك إنسان يعطي الإسلام يفك عشرة، ولكن حينما يفك عشرة واخد بالك لا يفكر أن ليس لديه شيئا يقضي به دينا. هذا الفرق، خلي بالك معايا في الحته دي. يعني جاء واحد هو نفسه ما معهوش مصدر عشان يسد به الدين وجاء سأله، ولكن هذا الإنسان يعبد الله بأوسط ما يعبد وبأقرب ما يعبد وبأحسن ما يعبد به الله سبحانه وتعالى، فيعطيه ثقة بالله أن الذي أعطاه هذا ليفرج كربته أعطاه لأجل هذا يفرج كربته هو القادر على أن يرد هذا العطاء. فحينما يعطيه لا ينتظر شيئا، هو أعطاه كده خلاص. فالله سبحانه وتعالى يعمل لذلك، ده أعطى لله. لكن لما تيجي الواحد تروح لبنك يقول لك عليك كده يدي لك هو فاحس عليه بس يدي لك ربا، مش كده؟ يدي لك ربا.
قرض حسن وقرض سيء. قرض سيء، لكن ربنا قال من الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني ما هوش فيها ربا. ما يأتي من قبل الله فهو زيادة في الفضل، واخد بالك، وليس ربا. واحد الله، ولذلك يرجو الله يمحق الله الربا ويرجو الصدقات، يعني يعمل يزيدها. ما توحد الله. وأنتم أكيد سمعتم القصة اللي هو أعطى لله. يعني أعطى لله، يعني الراجل ده معهوش مصدر يجري، وقال له يا أخي أنت بس أنا والله أنا يعني تعالى أنا ما عنديش مصدر، إنه إن شاء الله واخد بالك ربنا يوفقني يجعل لي مصدر أخذ الدين. قال له أتأخذ الدين على حساب من؟ قال على حساب الله. قال له أنا أعطيك، وأنا أعطيك، خذ يا عم. يبقى مين اللي ضمنه؟ من الضامن؟ الله سبحانه وتعالى. فأعطى له 100 درهم، وكانت 100 درهم يعني الساوي واحد له، ما هو على ففكر شنو هو قال له أعلى موعد، شوف الثقة بقى، أعلى موعد. قال له على موعد، بس هو بيقول على حساب مين؟ مين اللي هيعمل الموعد؟ قال له نعم. واخد بالك؟ على موعد؟ قال له نعم على موعد. قال إذا وعدتني؟ قال وفيت لك أو اعتذرت لك. شوف ازاي؟ يوفيت لي اعتذرت يعني ما واحد ياخذ حاجة من واحد وبعدين ما تدرش فيها، يروح يقول والله أنا نويت أجعلك الحاجة الفلانية لكن ما تتأثرش. يبقى دي برضه بتخفف المستقبل، مش كده، ولا يسيبه كده ويهرب منه من الشارع الثاني. لا ده طريقة مش كويسة. واحد وعده على هلال القمر مثلا، وكل الايام ما تجرى واخد بالك الراجل يجلك، واخد بالك، لانه وعد، ولكن لم يخلق لعدم ثقته بالله، لكن ليخشى ان لا يكون عند الله مقبولا ويقول ذلك، يعني بيخشى هو انه مستحيل في ربنا يعمل العمل. فاذا مرت خلي بالك معك يذهب الى مين؟ معتذرا، او يقول لك ما اراد الله سبحانه وتعالى ان يجلي وعده لعبده، فذهب الى النيل معتذرا، يعني راح يحصل له يقول والله انا ما تمكنتش اجيب الدين اللي علي. فهو في ناحيه والثاني في ناحيه، فدك راح ينتظر المركب اللي جاي على الميعاد، واخد بالك، خلي بالك، هو منتظر اذا ياتي واخد بالك سمك او حاجه تحمل فوق ظهرها هو الذعنف بتاعتها، واخد بالك، او في فمها قطعه من الخشب ملفوف عليها خيوط، واخد بالك، وراح نازله فيها وطالعه فيها وتيجي قدام الراجل يقوم لفظ الخشب بيجي يفك لقي في الدرع، لقى لفظه كان 100 درهم. فهو طبعا راح الراجل على معاه ركز وعدى من الشرط، قالوا ليه مش خليك يجيسك؟ قالوا عشان قال له قضى عنك ربك. قضى عنك ربك. اذا خلي بالك ده بقى اللي هو مين؟ اللي عنده ثقه بالله سبحانه وتعالى، اللي بيعطي مين؟ لله سبحانه وتعالى. واحد الله. فاذا إياك نعبد لا نخصك بالعبادة ولا نخص غيرك، والعبادة معناها الطاعة، والعبادة معناها الاستسلام، والعبادة معناها الإذعان، والعبادة معناها الخضوع، والعبادة معناها الذكر، وهكذا. إياك نعبد وإياك نستعين بك، فعون الإعانة وعون الدلالة، فإن أطعته في عونك الدلالة واستحققت من الله عون الإعانة. اهدنا الصراط، هذه الدعوة. وذلك يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي،
يعني الدعاء بيني ما بين ايه؟ مش كده بيني وعبدي، واخد بالك؟ ولعبدي ما سأل، يعني اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني ايه؟ بصرنا، نورنا، دلنا على الصراط المستقيم اللي وصل اليه، اللي هو الصراط اللي قلت لنا عليه الذين انعمت ايه الصراط الذين انعمت عليهم؟ دي حياتهم، سيرتهم الحسنه، مواقفهم العظيمه. صراط الذين انعمت عليهم، انعم عليهم بالمين؟ نبيين، صديقين، شهداء صالح، وحسن اولئك رفيقا. وحد الله. يبقى صراط الذين انعم الله عليهم هم المهديين المهتدين الهادين، اللي هم الناس اللي لهم مقام عند ربنا. وحد الله. خير ايه؟ ده صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. ليه؟ لانهم قتلوا النبيين ونقضوا العهد زي ما شايفين اليهود. سبب المشاكل كلها في الارض مين؟ اليهود. سبب كل المشاكل في الارض كلها اليهود. مغضوب عليهم ولا الضالين، اللي هم اتخذوا الها من غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الفاتحه هي التي تفتح لك المجال بينك وبين الله. تفتح لك المجال بينك وبين الله إن تأملت معانيها ووصلت فيها. ولذلك الفاتحة لا تستغني عنها في كل شيء. هي الدعاء، هي الوافية وهي الشافية وهي الكافية وهي أعظم سورة في القرآن، وحد الله، وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم كمان. هي القرآن لأن كل مقاصد القرآن فيها في الفاتحة. أيها الأحباب، إذا ما نأخذه لزمننا هذا أولا أن نخص الله بالعبادة، يعني نسمع لربنا وحضرة النبي وغيره لا، نمتع ربنا وحضرة النبي وغيره لا، علشان نخرج من المأزق ده. الأعراض التي تسمعونها ما هي إلا من قلوب غافلة وعقول شاردة، واخد بالك؟ وأناس لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن لو احنا أطعنا الله سبحانه وتعالى وخصصنا الله سبحانه بالعبادة وبالحمد والثناء، هنطلع من المشكلة ولا مش هنطلع؟ يبقى احنا هنعمل ننفذ هنا الدلالة علشان ناخد هداية الإعانة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس فاتحة خير لنا ولأمة محمد أجمعين، ولمصرنا يا رب يا كريم، واحفظ شبابنا واهديه إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك أن تشفينا من كل سقم وتعافينا من كل علة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ولاة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم آتي كل سائل سؤله بما يرضيك، واحفظه يا ربنا من فتنته. اللهم احفظنا من فتنة النعمة ونجنا من فتنة النقمة. اللهم احفظنا من فتنة النعمة ونجنا من فتنة النقمة. اللهم اجعل مصرنا في أمن وأمان وخير وسلام. اللهم أنت على كل حافظ عليها، وعلى كل متآل عليها، وعلى كل ماكر بها. اللهم إنا نستنصر على هؤلاء فانصرنا، ونستنصر على أمريكا وخلفائها فانصرنا. واللهم من أساء إلى كتابك فأنت أولى به، فالبيت له رب يحميه. اللهم انتقم منهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم، وردهم خزايا مهزومين، وأعلي غاية الحق والدين، وانفع المؤمنين والمؤمنات بكتابك المبين ورسولك العظيم. اللهم اجعل هذا المكان دائما عامرا بذكرك مفتوحا بشكرك. بارك في ذريته وفي خلفه وفي والده وفي الأحباب أجمعين.
ومن سألنا وسألكم الدعاء. اللهم يسر أمره واشرح صدره وعد فرجه وكف لسانه عن الحرام. اللهم متعه بصحة وأمن وأمان واستقرار. أصلح له والديه وأصلح له ماله ودينه وحياته يا رب العالمين. واختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة أجمعين. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته